سنة 2016 بدت على تدرج انخفاض سعر البرميل وتدرج هدوء السوق العقاري وخصوصا العقار السكني، بعد ما بين مؤشرات انخفاضات من السنة اللي قبلها، على عكس نتائج الشركات العقارية اللي سجلت أرقام جيدة. وتعبر التقارير والتداولات في السوق العقاري أن السيولة في السوق كانت عالية، إلا أن السوق سجل تراجع بذلك الوقت. طبعا كان في اختلافات ما بين القطاعات العقارية، السكني نزل والاستثماري والتجاري كان قاعد يعطي إشارات حق سوق أفضل وأحسن. ومن خلال السنة بينت 2016 أنها سنة انخفاض أسعار العقار بشكل تصحيحي واضح وصريح، بعد ما حقق السوق أرقامه الجديدة في سنة 2014 وسجل السوق انخفاض في القيم العقارية بنسبة كبيرة تقريبا تقدر ب 40%، ولأن سعر البرميل نزل ووصل تقريبا ما يقارب ال $20 وتصاريح اللي نذكرها الموس على الروس ودولة الرفاه انتهت، ولأن المشهد كان يتكلم عن تدني الوضع الاقتصادي المحلي، وكذلك دول الخليج تأثرت، اللي صندوق النقد الدولي دعا دول الخليج بوضع خطط لتنويع مصادر الدخل. مع أن وضع السوق ما كان تمام، بدت الحكومة بتنفيذ بعض بنود خطة التنمية وصلت إلى مستويات استثنائية في هذاك الوقت. يعني سنة 2016 باختصار فقدت تداولات السوق العقاري من قيمتها ما يقارب ال 36%. ومن أهم القوانين اللي أقرت بهذيك السنة هي زيادة التعرفة الكهربائية للعقارات دون العقار السكني، وعلى أساس كان يطبق في شهر سبتمبر في سنة 2017. تفاصيل سنة 2016 كانت صعبة على السوق العقاري وأعداد التداولات، إلى أن وصلنا إلى الربع الرابع مع أهم الأحداث العقارية وهو المزاد الكبير. 183 أرض تم المزايدة عليها في مزاد علني في المحكمة. بالنسبة حق المستثمرين، إذا المستثمرين عندهم رؤوس أموال كبيرة وقادرين يحلون مشكلة القضية، ممكن أنه هو يستفيد أنه يمسك عدد من الأراضي عدد كبير، وممكن أنه يسعى إلى أن يستغل السوق في منطقة بفطيرة تحديدا. وبالنسبة حق السكانة ممكن إذا تسهلت الأمور عليهم وطلعت الوثائق بشكل مبكر ممكن ياخذ بأسعار قد تكون مناسبة. كانت توقعات أن مو كل العقارات سيتم المزايدة عليها، إلا أن السيولة اللي ذكرتها التقارير في الربع الأول بينت بشكل أكبر وحركت المزاد، وكل الأراضي بهذاك الوقت انباعت بالمزاد عكس توقعات العديد من الخبراء. وكان تذكرون هذا المزاد كان على أراضي بفطيرة، وهذا اللي عطى السوق دافع للتغيير مع حركته البطيئة، وأثبت هذا الكلام بداية الربع الأول من سنة 2017، واللي بينت أن السوق العقاري بدأ يتعافى من الهدوء اللي سيطر عليه لمدة سنتين، خصوصا العقار السكني. ومو بس السوق العقاري اللي اشتغل، كذلك سوق الأوراق المالية بلش يشتغل بشكل استثنائي وأفضل من السنتين اللي طافوا. يعني باختصار، صحيح أن العقار الاستثماري والتجاري تأثروا نظرا لإقرار القوانين اللي فيها زيادة التعرفة الكهربائية، ولكن السوق اشتغل وبدت بعض الإشارات لنقل رؤوس الأموال من القطاعات العقارية مثل التجاري والاستثماري إلى القطاع السكني. وبعدها حافظ السوق العقاري على مسار التصاعدي من سنة 2017 بتفاصيلها، وانتقل السوق انتقالة مميزة ما بعد التدني في أسعار النفط وأسعار العقار وطريقة عمل السوق العقاري، إلى أن صار السوق بنشاط مستمر وتطور وتعافى من ناحيتين، وكذلك سعر النفط بدأ بالتعافي وأسعار العقارات استمرت بالتصاعد في سنة 2018. وكذلك سنة 2019 مشت بنفس المسار التصاعدي، إلا أن السوق بطبيعته يسجل تراجعات في الربع الثالث نظرا لعطلة الصيف والأعياد وموسم الحج، ولم يتوقف هذا النشاط إلى أن دخلنا في سنة 2020. الربع الأول من سنة 2020 والأحداث السياسية الكبيرة والعميقة، على الرغم أن الوضع الاقتصادي كان تمام، إلا أن سنة 2020 بدايتها كانت تعطي مؤشرات غريبة، إلى أن وقف العالم كله في مواجهة الجائحة وأزمة كورونا.